كيف كذلك كما وكيفا سوء التوزيع على الصعيد الوطني اللي تيهم سوء التوزيع. مثلا عندنا 45% ديال الاطباء في محور الدار البيضاء والرباط، عندنا فقط 24% ديال الاطباء الذين يزاولون في العالم القروي المناطق النائيه والمناطق الجبليه. فهذا الشيء شكل جوج ديال المشاكل، تسبب في جوج المشاكل. اولا هناك تفاوتات وفوارق كبيره جدا بين من جهه العالم الحضري ومن جهة أخرى العالم القروي، المناطق صعبة الولوج، المناطق الجبلية، المناطق الهشة واللي موجودين فيها الفقر والهشاشة في البلاد. ثانيا السبب هو إغلاق أكثر من 100 مستوصف مراكز صحة واللي تتعرفوها أنتم. ومنين تتغلقوا المراكز الصحيه ومنين ما كيكونوش الاطباء بالنقص العددي، فما يمكنناش ننجحوا واحد النظام اللي عطى التعميم ديالو صاحب الجلاله مثلا واللي تيستافدوا منه الفئات الفقيره والهشه، هي نظام الرماد. إلا مشى لقى المستوصف مسدود، إلا مشى ما لقاش الطبيب رغم مثلا تواجد إلا كانت الأدوية موجودة، شكون اللي غادي يتكلف تخزين هذه الأدوية؟ شكون اللي غيعرف يوزع الأدوية؟ شكون اللي غيعرف مدة صلاحية الأدوية إلى آخره إلى آخره؟ فهذا الشيء كلشي جعل لنا وكان مشاكل. فجينا كوزارة الصحة نلقاو حل، اقتراح حل من الحلول. فما خصناش ناخذوا الخدمة الصحية الوطنية بوحدها. هذا الاقتراح، هذا الحل جاء في اطار استراتيجيه وطنيه، استراتيجيه حكوميه اللي مرتكزه على 3 المحاور مندمجه ومتكامله. ما خصناش ناخذوا كل هذا اللي فيها 3 المحاور تنشدوا منها غير الخدمه الوطنيه وتنبقاو. المحور الاول هو ما يمكنش نزيدوا القدام في هذا الموضوع هذا بدون رفع عدد المناصب الماليه اللي تعطى لوزاره الصحه. فأنا تنظن بكل تواضع أنه كاين مجهود حكومي كل عام. دابا هذا العام مثلا حوالي بدينا ب 3600 منصب، دائما تنوصلوا ل 4000 4100 4200. هذا العام عندنا 2000 في القانون المالي اللي غيجيكم فيما يخص المستشفيات العموميه، زائد 1200 اللي بدات كمناصب ماليه المستشفيات الجامعيه. هي 1200 2000 هي 3200، ودائما تيتزاد لنا في اواخر السنه 400 500 6 منصب مالي. مجهود غير كافي صحيح لان الخصاص كبير جدا. المحور الثاني هو قلنا إلا بغينا نمشيو في هذا الاتجاه انه المواطنين الاطباء ديالنا الشباب غيمشيو لهذه المناطق، خصهم لابد من التجهيزات البيوطبيه. فانا طبيب قبل ما نكون وزير، ما يمكنش الطبيب ماشي هو البلوزه والستيلو، الطبيب خصو الامكانيات، حنا كنا عارفين هذا الشيء. فكان لابد لزاما علينا نشوفوا شنو هما هذه المستوصفات، شنو هما هذه الاماكن البعيده اللي خصها. فمشينا درنا عمليه حسابيه، وجيت انا شفت رئيس الحكومه السيد رئيس الحكومه المحترم، فقلت له الا بغينا هاد الناس يتجهزوا بليكوغراف بلو سي جي بلي زوتومات ديال التحاليل البيولوجيه. اكثر من هذا قلنا كل اقليم باش ما يبقاش الانسان ينقز يمشي يجي يدير لي في الرباط يدير سكانير في اقليم اخر الى اخره. كل شيء هادشي غيتجهز. خصنا بالضبط 985 مليون درهم، حوالي مليار درهم. فمليار درهم تعطات لينا في هذه الميزانيه هذو، غادي يجي الميزانيه امامكم مليار درهم لهذه المناطق باش يتم شراء التجهيزات البيوطبيه. اكثر من هذا كاين هناك برنامج تقليص الفوارق الترابيه والجماعيه في العالم القروي 2016 2021 اللي تحت رعايه وزاره الداخليه ووزاره الفلاحه، اللي تتهم اكثر من 18000 حوالي 18000 دوار اللي بواحد الغلاف مالي ديال مليار و400 مليون، واللي وزاره الصحه تتشارك فيه، غتبدا تشارك فيه ب من هذه السنه. كل سنه وزاره الصحه 100 مليون درهم. مشينا في هذه الخطه انه خصنا نوفروا وسائل العمل. اخيرا المحور الثالث اسباب النزول هو هذه الخدمه الصحيه الوطنيه. اولا قبل ما هذه مسوده مشروع، افكار، ليست مشروع. ما كانش اللي رجع البوابه ديال وزاره الصحه غيلقى هذا الشيء اللي تنقول. ما نبقاوش نقولوا شي حاجه اللي ما عرفناهاش، ما عمرو وصلنا قانون، حنا جاي لهذا الشيء. وليس الخدمه. ثانيا سميتو الخدمه الصحيه الوطنيه، ما عرف منين خرجت هذه الكلمه الخدمه الصحيه الاجباريه، ما كايناش. قلنا هذا مسوده مشروع فيه مجموعه افكار.
من اقتراح حكومي. اولا باش نذكر امامكم هادشي ماشي المغرب جا فقنا في وزاره الصحه ماشي بوحدي، يعني مع الاخوات والاخوان، وقلنا غنخرجوا هذا المشروع. هذا المشروع موجود الان، دخلوا في بوابه المنظمه العالميه للصحه تلقاو 70 دوله بالضبط، 70 دوله على الصعيد العالمي اللي عندها هذا النظام. تركيا، اندونيسيا هذا النظام شغال وغادي مزيان. كاين افريقيا الجنوبيه اللي فيها المشاكل، لان افريقيا الجنوبيه ما تتسناش تيكون طبيعه تصيفطوا. افريقيا الجنوبيه تتصيفط الطلبه ديال السنه السادسه والسابعه، انتقادات الى اخره. كاين تركيا، كاين اليابان الى اخره، كاين 70 دوله، ولكن كل واحد بصيغته، كل واحد ماشي نفس الصيغه، ماشي نفس. النقطه الثانيه، لماذا اقتراح هذه المسوده؟ اولا هذه المسوده من وجهه نظري من الوزاره تتمكننا ثلاثه ولا اربعه الحوايج اللي مهمه. اولا التوزيع المتكافئ على الصعيد الوطني باش ما يبقاش 45 هنا النص بين الدار البيضاء والرباط والآخرين تاعنا. ثانيا بالنسبه ليا تتمكننا من فرص الشغل. الانسان منين كان كيسالي من الكليه تيجلس في دارو ما عنده حتى درهم، دابا غيخدم عامين الا مشينا في هذا الاتجاه. لو كان دابا تنعاود التاريخ ديال هذا عامين بواحد ماشي باشا اللي تيتقالوا اللي سمعتوا حتى دابا انه بواحد القدر مالي، هذه ماشي سيرفيس سيفيل وماشي سيرفيس ميليتير. ثالثا انه غيمكن انا تنظن اكتساب التجربه. واحد الطالب اللي تيخرج لي بون دو لا فاكولتي ما عرفش يدير كابيني، تيلدو تيبقى يدور، هذه تتمكن ليه عامين تيشوف اش من جهه غادي يمشي، واش يدير كابيني واش يدير لاكني. ثالثا انه غتمكننا، وهذه عمليه حسابيه، انه غادي يتم تشغيل فتح وتشغيل جميع المراكز الصحيه والمستوصفات المغلقه. غتمكننا اكثر من هذا، ماشي غير المغلقه، حتى المراكز الصحيه اللي فيها غير الممرضين غيكونوا مع اطباء. وغيمكننا اخيرا من انجاح نظام المساعده الطبيه الرميد اللي تيناديو به كلشي، اللي المغاربه تيناديو به، واللي انتم السيدات والساده المستشارين والساده النواب كذلك. جل نص ديال الاسئله اللي تطرح ليا هو العالم القروي، اسباب عدم وجود الاطباء والمهنيين الى اخره. ولكن يا للاسف هذه المسودات المشروع غير درناها في البوابه ديال وزاره الصحه تبعتها مغالطات صاحبه انطلاق النقاش. كيقولوا راه قانون جاهز، راه السيد وزير الصحه بغا يدوزو في سبتمبر، هاد الناس كيفاش غيمشيو يخدموا في هذه المناطق ب 2000 درهم؟ ما عمر منا خرجت هذا 2000 درهم، غيمشيو بدون تغطيه صحيه، الوزير بغا غير يتفك منهم. واخيرا ربما هاد الناس سيحرمون من اجتياز مباراه الاقامه، بغاو يصيفطوهم باش يسدوا عليهم. هادشي كلشي ما كانش، ما كاين منه والو. وخرجنا بيانات، خرجنا توضيحات، قلنا انه هذا النقاش ديال المسوده غيبقى مع جميع الفرقاء وناخذوا الوقت الكافي ديال النقاش. النقطه الثانيه قلنا خصنا نبقى حوار واسع ومسؤول وجاد. قلنا الناس اللي غيمشيو تما غتكون عندهم اجره كامله، يعني الا كان سبيسياليست غيشد له سالير دو سبيسياليست، الاجره ديال لو جينيراليست يشد الاجره ديال الطبيب العام. ما كاينش اكثر من هذا. مشينا في نقاش مع وزاره الماليه حتى لي بريم دو زون، فوقاش ما كان بعيد فوقاش ما يتزاد ليه لي بريم. نقطه اخرى قلنا غيمشيو بالتغطيه الصحيه تكلف بها وزاره الصحه. ثالثا قلنا عندهم الحق يدوزوا ماشي غير مباراه الاقامه، اي مباراه اخرى في الوظيفه العموميه خصهم. نقطة أخرى قلنا الأقدمية ديال العامين اللي غيدوزوها تما، هذاك عامين غتحسب لهم كأقدمية في الترقي وكذلك في التقاعد. فكان هذا رغم هذا الشيء أخيرا أكدنا أن النقاش غياخذ الوقت الكافي، وحنا متقبلين أنه هذا الشيء ننتقدوه ونعدلوه وحتى نحذفوه إذا كان في أي وما ندفعوش في يعني في لو سيركوي دادوبسيون مسطرة المصادقة حتى يكون بيناتنا التوافق بين جميع الفرقاء والطلبه، ما نديروا حتى حاجه تنتوافقوا. وهذا الشيء ماشي اليوم، الشيء راه وقعنا عليه. واحد المحضر امامكم يوم 28 سبتمبر، هذه شهر نقراه لكم بالحرف، فيما يخص ملف الخدمه الصحيه، وهذا مكتوبه باليد، والتوقيعات ديال الكل، ديال الطلبه، تنسيقيه الطلبه، ديال تنسيقيه الداخليين والمقيمين، وديال وزاره الصحه. اش كيقول هذا الشيء؟ فيما يخص ملف الخدمه الصحيه الوطنيه، مسودة المشروع تحمل أفكارا تقنية ولم يتم وضعها للمصادقة. ثانيا أن الوزارة ستأخذ الوقت الكافي للنقاش حول مسودة المشروع التي تعتبر قابلة للتعديل والحذف.
اكدوا بغاو يحذفوها، قلنا لهم مع تقديم مقترح بديل، مع تقديم مقترح. ثالثا ان عرض مسوده المشروع على المصادقه لن يتم الا بعد توافق بين وزاره الصحه وممثلي التنسيقيه والطلبه الى اخره. فهذا الشيء كان في 28. رغم هذا الشيء كل شيء اللي درنا عند كل محطه كانت الإجابة أنه كثيرا من المطالب معقولة قابلة للتنفيذ. تنقولوا هادشي اللي تطلبوا معقول، لأن ما كانش غير هذه المسودة، بل بدأنا في إجراءاتها وتفعيلها. مثلا الرفع من قيمة التعويض عن مهام الطلبة، بدينا قبل ما يقولوها لنا هما، صيفطنا المرسومة من وزارة المالية هذه أكثر من عام. تسريع وتيرة صرف التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية، مسودة مشروع الخدمة الصحية الوطنية حتى يكون التوافق والاقتراح مشروع بديل. أما فيما يخص النقط الأخرى كتبناها لهم وقلنا فيما يخص النقط الأخرى العالقة فإن باب الحوار سيبقى مفتوحا للنقاش والتدارس إلى حين إيجاد حلول متوافق عليها. فقلنا لهم مرحبا بأي مطالب معقولة ممكنة ويمكن تطبق على أرض الواقع. الأسبوع الماضي تدخل السيدات والسادة الأساتذة الأجلاء يعني دور وساطة وضمانه بالنسبه للاطباء اللي كانوا شافوا السيد الرئيس، شافونا وكان اجتماعات مع الطلبه مع الداخلين مع المقيمين مع الاساتذه. فتم اتفاق بين الطلبه والوزارتين، وزاره الصحه ووزاره التعليم العالي، واقتنع الطلبه للرجوع الى مدرجات كليه الطب. هذا الاتفاق فيه جوج نقط مهمه اللي غنركز عليها. كاين النقطه الاولى، هذا الاتفاق هي نص تنقرا الاتفاق على عدم طرح مشروع الخدمة الصحية الوطنية الحالي على مسطرة المصادقة. الحالي يعني حنا نلتزم انه ما نسيفوش المشروع الحالي، يعني في صيغته الحالي، كاين لا سحب لا ما منين تنجيبوا هذا الشيء. ثانيا قلنا العمل على ايجاد حل بديل، وهذا كنا تناديو به وقعنا عليه يوم 28 سبتمبر. اما النقط الاخرى فهي نقط تقنيه اللي احنا متفقين عليها معقوله، الرفع من قيمه التعويضات المهام قلتها، توسيع ارضيه التداريب الاستشفائيه الى اخره. فهذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي توصلنا ليه ونتمناو انه يكون خير. شكرا لكم الساده المستشارين المحترمين على تدخلاتكم، على انتقاداتكم، على اقتراحاتكم، فمرحبا بها والف مرحبا. ولكن غتسمحوا لي انا غندير معكم بقلبي، لان منين تنسمع شي حاجه ما نخليهاش، لان ما خصش المواطن يسمع شي حاجه ماشي هي هذيك. منين تنسمع في هذا المجلس الموقر ماذا تفعلون في اتفاق يوليوز، ماذا انتم فاعلون في هذه، علاش الحوار. غير اذكركم، انا ما بغيتش نقولها قبيله دابا غنقولها، ان غير هذا الاتفاق مثلا، غير هذه مسوده مشروع صيفطناها لجميع الفرقاء الاجتماعي، واعتذر السي جي ام ولاني غنبقى نصيفط لكم لان هذه اعتذار. صيفطناها اليوم ما صيفطوا لنا ولو جواب واحد ولو سطر. ما تنفهمش منين تتصيفط لهم هذه شهرين ما تيجاوبوكش، وتنجيو في البرلمان ماذا انتم فاعلون، وما احنا فاعلون معكم، صيفطوا لنا ونقولوا لكم ونتناقشوا. ثانيا ما خصناش نسمعوا عاوتاني ارقام. الدار البيضاء انا كنت عميد ديالها 12 سنه، ما فيهاش 260 استاذ. باش نكون واضح، دايز اكثر من 300 استاذ اللي كافي باش النقطه الثالثه، احنا ماشي المستشارين المحترمين المشاكل الوزاره ورثناها، ما قلناش احنا ورثناها، ما عمرنا نقولها وما عمرنا نقول هذا الشيء. اي جميع الوزارات السابقه قامت بمجهود جبار، كل وزير ولا وزيره ولا الناس اللي تيخدموا كل واحد تيديروا، كل واحد عنده واحد الاتجاه. ولكن ما يمكنلكش تقول لي شي حاجه انا ما قلتهاش، ديال تجي تقول هذه المشاكل ورثناها ما ورثناهاش. اسمح لي، حتى حنا مسؤولين، حنا الناس مسؤولين، واخا كان اللي كان قبل مني تجي تاخذ المسؤوليه تتحملها الى اخر. اللي بغيت نقول اخيرا اذا سمحتوا لي، فاللي بغيت نذكر انه حنايا كوزاره ماشي متشبتين بواحد المشروع، ماشي متشبتين بواحد الصيغه ديال المشروع، حنا متشبتين بواحد الحاجه، متشبتين معاكم. خصنا نلقاو حلول ناجعه لهذه المناطق النائيه. عينا من الجواب الشفوي، البعض تيجي يعني قلت سيدي قلتي انت دابا صافي الشفوي، عينا منه. خصنا حلول معقوله. بعد هذا المسوده ولا هذا النقاش عنده ميغيت، شنو هو؟ تحييد الغبار على النقاش الحقيقي اللي خصو يوقع.
النقاش الحقيقي علاش خصنا كيفاش نطوروا البنيات التحتيه ديال العالم القروي اللي فيها الصحه، اللي فيها المدارس، اللي فيها القناطر، اللي فيها جميع الاشياء، اللي فيها الماء، هذا هو النقاش الحقيقي. اما النقاش درتي ما درتيش وهذه، فانا ما بكل صراحه هذا النقاش ما فهمتوش. حنايا غادي نمشيو في هذا الاتجاه. شنو هي الديمقراطيه؟ هي الانصات، تسمع لي نسمع لك، نكتب لك جاوبني، ماشي تجي تسخسخني هنا وانت ما جاوبتينيش. هذه شراين، فكره ضد فكره، استراتيجيه ضد استراتيجيه، حتى نوصلوا لشي حاجه. انت ما تتجاوبش، ما غير تسخسيخ، هذاك ساهل ساهل، تجي وتبقى سميتو هذاك ساهل، كنا تاعنا ساهلين. اخيرا اللي غنقول لكم هاد احيي الطلب، انا نقول لك بكل اعتزاز، هذا راه ما فيش غالب ولا مغلوب، هذوك راه وليداتنا، والاتفاق اللي اتفقنا غنطبقوه وغنحترموه وغادي نعملوه على الاجراء ديالو والتفعيل ديالو. والسلام عليكم، شكرا.